قال عمر هيرال في إحدى جلسات مجلس الأمن مخاطبا ممثل الجزائر: لقد مر 50 عاما وأنتم تقولون إنكم مجرد طرف محايد. لستم طرفا في النزاع. لقد مر 50 عاما وأنتم تدعون الدفاع عن مبدأ ما، لكن من أنتم؟ الجزائر؟ من أنتم؟ سيد الرئيس، سعادة السفير، إذا كنتم لستم طرفا في النزاع، وإذا كان مبدأ تقرير المصير عزيزا على قلوبكم، فلماذا لا تطبقونه عندكم؟ هناك شعب وجد قبل قيام الدولة الجزائرية يطالب بحقه في تقرير المصير منذ عقود. إنه الشعب القبائلي. أنتم ترفضون له ما تريدون منحه لجماعات تطالب بمغربيتها. أنتم تتحدثون عن ما تسمونه الشعب الصحراوي، فلماذا تغلقون المخيمات؟ ولماذا تمنعون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من تسجيلهم إذا كنتم لستم طرفا في النزاع؟ انظروا من حولكم، ما الذي يحدث؟ عدم استقرار شامل، فوضى. الحدود الوحيدة المستقرة هي حدود المغرب. البلد الوحيد المستقر هو المغرب. المدن التي تتحدثون عنها، نعم، نحن نجرؤ على القول بأن الصحراء المغربية جنة أفضل من المدن في الجزائر، حيث يقف الناس في طوابير من أجل القمح، من أجل الموز، من أجل الحليب، ومن أجل الدقيق. تلك هي الجزائر التي تنفق مليارات الدولارات لتسليح جماعة انفصالية، بينما تجوع شعبها. دعوا شعبكم أولا يقرر مصيره قبل أن تطالبوا بتقرير مصير الآخرين. أما المغرب فهو في صحرائه وسيبقى فيها إلى نهاية الزمان. انظروا إلى الصحراء، إلى التقدم والتنمية في الصحراء. نحن نبني، نعزز دولة القانون، نتيح لكل الصحراويين، حتى أولئك الذين كانوا عندكم، أن يديروا مناطقهم اليوم. وآمل زملائي الأعزاء في المرة القادمة حين تفتحون أفواهكم للتحدث عن المغرب أن تفكروا مرتين قبل أن تتكلموا.